مما لا شك فيه ان مباراة الميلان والانتر في نص نهائي دوري الابطال كانت مباراة صادمة جدا، وبصراحة الواحد اكيد كان منفعل جدا بعد المباراة. وانتوا اكيد شفتوا اللايف اللي بعد المباراة، شفتوا حلقة اللايف رياكشن. فبصراحة بعدها بدأت أهدى كده، ودلوقتي وأنا بصور أنا هادي ورايق. وبصراحة سألت نفسي سؤالين مهمين جدا. السؤال الأولاني: هل الخسارة كانت تستحق كل المجهود والزعيق والخناق اللي أنا عملته؟ يعني بمنتهى البساطة، الميلان غايب عنه اتنين من أهم العناصر اللي موجودين في الفرقة، سواء رافائيل لياو أو إسماعيل بن نصر اللي اتصاب في أول 10 دقايق. وانت بتخسر من الانتر الغريم التقليدي بتاعك، الفريق اللي هو بالتأكيد قوي وله كل الاحترام. فانت لما تيجي تفكر بينك وبين نفسك كده تكتشف ان الموضوع عادي، مقبول، وارد ان هو يحصل، ووارد ان احنا نتقبله. ولكن في الحقيقة انا عندي وجهة نظر مختلفة. في الحقيقة المباراة دي انا مش متقبل ابدا اللي حصل فيها، مش بس عشان النتيجة، مش بس عشان اتخطفت هدفين في اول 10 دقايق، ولكن المشكلة الاكبر كانت فيما حدث داخل الملعب. يعني احب اقول لك ان المباراة دي مش بس الجوانب اللي انا خدت بالي منها امبارح واحنا بنتفرج على الماتش، لا، انا عايز اقول لك ان في حاجات كتير اكتشفتها وانا بتفرج على الماتش تاني النهارده. كوارث كروية بلا حدود، جرائم كروية حصلت من بيولي يعاقب عليها القانون. السؤال التاني انه اكيد انا بعد المباراة اتفرجت على ناس كتير جدا اتكلمت عن الماتش، ولقيت ان في اجماع على حاجه غريبه جدا. نادرا ما كل الناس دي تجتمع على حاجه واحده، والحاجه دي كانت ان انتر ميلان في الشوط الثاني وانزاجي ريحوا، ما عملوش اي حاجه، وكان ادائهم اضعف بكتير من الشوط الاول. يعني الانتر في الشوط الثاني ما كانش زي الشوط الاول. وفي الحقيقة بصراحة أنا جاي عشان أصدمك بالموضوع ده، لأن سألت نفسي سؤال واحد: هل أنا اللي كنت مبالغ في إني أمدح الإنتر في الشوط الثاني؟ لما اتفرجت على الماتش تاني النهاردة اكتشفت حاجات عجب. الانتر في الشوط الثاني فعلا قدم مباراة كبيرة قوي، وكل اللي انا هكلمك عليه النهاردة هثبته لك بالصور من المباراة علشان تبقى شايف كل حاجة حصلت في المباراة وانا بتكلم عنها انت تبقى شايفها بعينيك. ومش عايز اطول عليك اكتر من كده، وخلينا ندخل في حلقتنا على طول. بس قبل ما نبدأ اتمنى منك انك تدعمني دعم كبير جدا، لان كالعادة الحلقات اللي احنا مسمينها شبه تكتيك، الحلقات دي بصراحة بتكون فيها مجهود كبير قوي قوي قوي. فاتمنى منك انك تدعمني بلايك، كومنت، شير، سبسكرايب القناة وانت مش مشترك، وتفعل الجرس. ويلا بينا نبدأ نتكلم عن الشوط الأول اللي عنوانه من وجهة نظري الجرائم الكروية اللي عملها ستيفانو بيولي، والأهداف اللي دخلت فينا، وفضائح دفاع الميلان في الهدفين اللي دخلوا فينا، إلى جانب نقطة مهمة جدا وهي ما فعله الإنتر من بعد الهدفين. يلا بينا نبدأ. من الثانية الأولى في المباراة والواحد كان مستني يعرف إجابة السؤال اللي سألناه في اللايف اللي قبل المباراة: هل الميلان هيلعب 4-2-3-1 ولا 4-3-3؟ ومع أول ثانية في المباراة باين لك على طول إيه اللي حصل. هتلاقي إن شكل نص ملعبنا بالمنظر ده. المنظر ده بيقول لك إن أدي تونالي، أدي كرونيتش، وده إسماعيل بن ناصر. إذا إسماعيل بن ناصر صانع لعب، إذا هنلعب 4-2-3-1. ودي كانت بداية المشاكل اللي حصلت للميلان في المباراة. وعشان اشرح لك ليه لازم اوضح لك كده بعض النقاط. احنا هنا في الثانية 19، في الثانية 19 دي يعني احنا بنتكلم على ان اول ثواني المباراة في اول دقيقة. بص على تمركز لعيبة الميلان اللي بيأكد لك الشكل اللي احنا بنلعب بيه. ادي كرونيتش، ادي هنا هتلاقي تونالي، وهنا اسماعيل بن ناصر، نفس الشكل بتاع المثلث. طيب لو خدت بالك هتلاقي ان في كثافة كام لاعب على كام لاعب. بص كده، تعالى نعملها في دايرة جديدة يا عم. بص عشان تعرف انا مدلعك اهو، عامل لك دواير. بص الدايرة دي، عد كده كل اللي جوه الدايرة، كمل الميلان وكمل الانتر، هتلاقيهم 4-5. و4-5 دي كانت بداية المشاكل، لان الانتر بيكثف كتير قوي في نص الملعب، والميلان هيبقى اقل لما يلعب 4-2-3-1. وبرضه عشان تفهم المشاكل اكتر، هنا وصلنا لدقيقة 42 ثانية، وهتلاقي انه الشكل هنا الكورة رايحة في اتجاه مايك مانيان، وبنبتدي نحضر لعب. بص كده على لعيبة الانتر كام لاعب، ادي 1 2 3 4 5. 5 لعيبة من الانتر بدأوا ان هم يضغطوا على كام لاعب من الميلان. هتلاقي ادي 1 2 3 4 5. 5 لعيبة على 5 لعيبة، يعني العملية متكافئة. بس في حاجة في الصورة انت واخد بالك منها صح؟ هي ان تيو هرنانديز بيبتدي ان هو يتحرك في الاتجاه ده بعد لما هو باصص عليهم وشايف المنظر ان هم 5 على 5، فبدأ ان هو يتحرك عشان يعمل زيادة عددية، وده شيء لحد دلوقتي كويس قوي.
بس لما تشوف الصورة اللي جاية هتعرف انه مش كويس خالص. هنا لحد دلوقتي الامور تمام، الكورة مع مايك مانيان، تيو هرنانديز بيبتدي ان هو يفتح له مسار تمرير علشان نخرج بره النطاق اللي فيه 5 لعيبة على 5 لعيبة ده. لغاية هنا حلو، بس في حاجة في الصورة انت شايفها كويس قوي زي ما انا كمان شايفها. دومفريس يا معلم، دومفريس يا معلم اللي فهم اول ما تيو هرنانديز بدأ يرجع لورا، دومفريس على طول بدأ ان هو يتحرك ناحية تيو هرنانديز وعمل اللي كلنا متوقعين انه هيعمل. اول ما تيو هرنانديز استلم الكورة من مايك مانيان خلاص دومفريس بقى واقف في وشه بيقول له تعالى يا صاحبي نلعب سلنكتيه. تيو هرنانديز لقى الدنيا مقفلة، قام رامي طويلة ناحية اسماعيل بن ناصر اللي بينط هنا علشان يستلم الكورة بصدره، بس الكورة بتخدعه وبتهرب منه وبتسقط على نص الملعب. بن ناصر بيجري وراها عشان يلحقها، لكن بيفاجئ ان في 2 من لعيبة الانتر اللي كانوا بيضغطوا رجعوا واتحكموا في الكورة، في عز ما كرونيتش وتونالي واقفين بيتفرجوا. نفس الهجمة بتكمل معانا وبتوصل ناحية الطرف اليمين للإنتر أو الطرف الشمال للميلان. وهنا بقى عايزك تركز معايا في الفريم ده عشان في مشاكل كتير قوي قوي قوي. احنا هنا بنتكلم على الدقيقة الثانية و4 ثواني، ومشاكل ال4-2-3-1 أمام ال3-5-2 بتاعة الإنتر بدأت إن هي تبان. تعال نشرح واحدة واحدة. هنا لو خدت بالك هتلاقي إن كرونيتش هنا واقف مع تيو هرنانديز بيحاول ان هو يقدم له الدعم الدفاعي الجميل الحلو مع تيو على دومفريز. طبعا ساليميكرز بيأمنهم اهو، والعمليه لغايه دلوقتي ماشيه في التمام، بس بصراحه لازم تدور على باقي لعيبه نص الملعب. فتلاقي ان طالما تيو هرنانديز واقف متطرف قوي كده واقف هنا، وتوموري وكيير الاتنين واقفين بعيد خالص، فالطبيعي ان المساحة دي لازم حد يستغلها اللي هو باريلا، وتونالي قاري الجيم ونازل معاه. هنا بقى اتعملت مشكلة كبيرة قوي قوي قوي، الا وهي العمق يا معلم. شايف كده المساحة دي؟ يعني انت شايفها معايا؟ شايف قد ايه المساحة دي كبيرة؟ المساحة دي بقى فاهم انت ممكن تعمل فيها اي حاجة، ممكن تزرع فيها بطاطس، ممكن تزرع فيها خيار، تعمل سمايلي فيس، يعني شوف انت تحب تعمل ايه. يعني المساحة معاك ملكك. طب المساحة دي مشكلة مين؟ مشكلة ال4-2-3-1. تعال اقول لك ليه. تخيل معايا ده اسماعيل بن ناصر، تخيل معايا ان اسماعيل بن ناصر بيلعب ديفندر، يعني هو بدل ما المثلث عامل كده واسماعيل بن ناصر هو راس المثلث، لا هيتعكس وهيبقى اسماعيل بن ناصر هو يعني قاعدة المثلث. ايه اللي هيحصل؟ اسماعيل بن ناصر هيبقى متواجد هنا، فالمساحة اللي اتوجدت ما بين تيو هرنانديز وما بين توموري المفروض ان اللي هيغطيها اسماعيل بن ناصر مع باريلا. تونالي بقى وقتها هيعمل ايه؟ هيبتدي يتحرك في المساحة اللي احنا كنا بنزرع فيها بطاطس وبنعمل سمايلي فيس وكل الكلام اللطيف ده. هل هيبقى في مشكلة هنا في العمق؟ لا. هل هيبقى في اي ازمة عند الميلان في قلب الملعب؟ لا. وطبعا لما اقول لك العمق فانت اكيد فاكر كويس اللي حصل في الهدف الثاني. بس طبعا قبل الهدف الثاني لازم نتكلم عن الهدف الاول، هاشتاج بديهيات يعني. فانت لازم تاخد بالك من نقطة مهمة قوي حصلت في المباراة دي، وهي الركنية اللي جه منها الهدف. والركنية عايزك تركز كده مع عناصر الميلان. هنا هتلاقي ان بن ناصر واقف مع لاعب الانتر اللي مش هيلعب ضربة الركنية، ولما تيجي تبص على حدود المنطقة هتلاقي ان ساليميكرز مأمن مع دارميان. العملية في اللذيذ وفي الحنين جوه المنطقة بقى، وده الجزء المرعب في اللي حصل. عايزك تعد معايا لعيبة الميلان، ادي 1 2 3 4 5 6 7. 7 لعيبة من الميلان جوه منطقة الجزاء. كام واحد من الانتر؟ 1 2 3 4 5، يعني 5 لعيبة من الانتر امام 7 لعيبة من الميلان. بص كده على الرقم وركز معايا. لما يبقى الفرق بالمنظر ده اول حاجة هتيجي في دماغك ايه؟ انه خلاص الميلان هو الاكتر عدد، هو اللي هيقدر ان هو يتعامل بشكل افضل، وبالتالي يعني الانتر مش هيقدر يعمل منها حاجه. صح؟ لا مش صح، لان انا وانت عارفين ان الكوره دخلت هدف. فدخلت الكوره دي ازاي؟ تعال بقى اقول لك انا الكوره دي دخلت ازاي. ركز كده معايا تاني في الفريم ده، وعايزك تبص على اللعيبه واقفه مع مين بالظبط. ده مين؟ جيكو، برافو عليك. وده مين؟ توموري، برافو عليك. يعني اذا جيكو وتوموري واقفين مع بعض، يعني اذا جيكو متسلم لتوموري، مش كده؟ طيب تعال نبص على لقطة الهدف. احنا عارفين ان جيكو كان مع كالابريا. هو فين كالابريا في الصورة؟ اهو كالابريا، ده كالابريا اهو، وده تونالي وواقف مع اللعيبه. هنا عايزك تركز مع 2 لعيبه من الانتر وبص اللي هم عملوه. ركز مع مين؟ دومفريس، وركز مع جيكو. في الصوره اللي جايه هتشوف حاجه
عجب. لو خدت بالك الفرق ما بين الفريم ده والفريم اللي قبله 5 ثواني بالظبط، بس في ال5 ثواني دي حصلت حاجه عجيبه جدا. بص كده معايا على التمركزات. احنا قلنا جيكو كان واقف مع توموري صح؟ فين توموري؟ اهو توموري، يعني ادي توموري اهو. معلش يا توموري شاورنا في حته غلط، بس ده توموري يعني. حلو. المفروض ان توموري كان واقف مع جيكو، ادي جيكو. طب ازاي؟ امال مين اللي خد توموري معاه؟ دومفريس يا معلم. دومفريز هو اللي عكس مع جيكو علشان دومفريز يسحب توموري بعيد، وجيكو يبقى واقف في القلب عند مين؟ ده كالابريا، وده تونالي، وده لاعب من الانتر هيبتدي يتحرك معاه. فلما تيجي تاخد بالك تكتشف ان التبديلة او التمركز اللي كانوا فيه اتغير، وده هو اللي عمل المشكلة في الصورة اللي جاية. اصلا انا عارف ان انت شاطر وذكي وخلاص فهمت ايه اللي حصل. دومفريز سحب الزبون، خده يفسحه. الراجل ده سحب تونالي معاه يفسحه، خده على القريبة. دومفريز سحب توموري على البعيدة. اتبقى هنا جيكو، واتبقى هنا مين؟ كالابريا، اللي واقفين عند نقطة الجزاء. طبعا لقطة يعني مش فكرة جديدة، ولكنها فكرة جميلة جدا، ولسه لغاية دلوقتي بتدخل في الميلان. فعادي جدا ان اللعيبة تتحرك، تفضي المساحة لأهم لاعب علشان يبتدي يبقى عنده الراحة وهو بيلعب الكورة. بس عايز اقولك ان اهم لاعب ده عمل حاجة غريبة برضو، لان الموضوع لسه مخلصش على كده. لما تيجي تركز في الصورة ديت كده وتبص على جيكو كان بيتحرك ناحية القريبة اصلا. يعني جيكو كان لما لعب كورة لعبها من هنا تقريبا، بس هو كان بيتحرك ناحية القريبة. طب هو ايه اللي عمله بالظبط؟ والله يا صاحبي اللي عمله انه بعد ما خد خطوتين ناحية القريبة، فكالابريا اتحرك معاه على اساس كده، قام عاكس اتجاهه وجري على القلب. هنا لو ركزت مع كالابريا هتلاقيه ان هو بيقع، توازنه اختل، وده شيء منطقي جدا لانه غير اتجاهه فجأة مع تغيير اتجاه جيكو. فجيكو لعب على كالابريا، بعته برضه وصفره وراح ايه، جري واتحرك في ظهره. وادي خلاص انت بقيت عارف ايه اللي حصل. ادي الكوره اهي، وادي جيكو محضر نفسه ان هو يلعب الكوره علشان يسجلها في المرمى، وكالابريا لسه توازنه مش مظبوط ومش قادر ان هو يقف على رجله. لقطة ذكية اشتغل فيها كل لعيبة الانتر. وعايزك كمان تركز مع لعيبة الانتر دلوقتي بتعمل ايه. كله بيتفرج يا معلم، كله بيتفرج. يعني اللي هو ايه، احنا عملنا كل حاجة خلاص، فيلا بقى جيكو خلص. يعني احنا المهمة تمت يا معلم. ولو انت اتفاجئت باللي فات، ولو انت اكتشفت حاجات ما كنتش واخد بالك منها وحاسس ان الموضوع حلو، فحب اقولك ان انت لسه ما شفتش حاجة. لانك لما تاخد بالك من الكادر اللي قدامك ده هتلاقي ان الكرة مع الميلان في حيازة مايك مانيان عنده خيارات تمرير، في 4 من الانتر بيضغطوا، فالكرة معانا. بس تخيل ان الكرة اللي معانا دي هو ده الهدف التاني يا معلم. ماينيان لعبت طويلة ناحية أوليفييه جيرو اللي بينط علشان يلعب الكرة بدماغه، ولكن كالعادة بتاعت جيرو ما بيوجهش كرة في أي حتة، فالكرة بتقع في مكان، أكتر مكان ما ينفعش الكرة تقع فيه، في حضن نص ملعب الانتر يا معلم، في حضن لعيبة نص ملعب الانتر. طبعا بيستحوذوا على الكرة، ولكن لو تبص على الكادر ده تكتشف أفضلية عددية كبيرة قوي للعيبة الميلان. هنا هتلاقي انه في 5 لعيبة من الميلان حوالين 3 لعيبة من الميلان. انا عارف انك مستغرب وعارف انك مش مستوعب ان الكرة دي هي الهدف التاني، بس امشي معايا واحدة واحدة. الكرة اتحركت من نص الملعب وراحت ناحية دي ماركو اللي بيبتدي يتحرك في ظهر كالابريا، وبياخد كالابريا ويبتدي يجري بيه. طيب عايزك تبص كده على الفريم وتقول لي هي المصيبة فين. يعني انا اعتقد انت بتشاور عليها دلوقتي. انا عارف انت بتتفرج على الحلقة دلوقتي وانت بتشاور لي، بتقول لي اهي الكارثة اهي، اهي يا معلم اهو. كل دي مساحة ما فيهاش لاعب من الميلان. انت متخيل؟ طب يعني احنا لو هنرسمها بقى بشكل ادق، اهي يا معلم كل دي مساحة ما فيهاش لاعب من الميلان نهائي. المساحة دي موجودة فين؟ في العمق. المشكلة اللي اتعملت بسبب ال 4-2-3-1. هتقول لي ايه ده، واحنا مش المفروض عندنا 3 لعيبة نص ملعب، 2 وقدامهم بالناصر؟ بص كده ال3 فين؟ ادي اهو هنا، ده تونالي وده كان بالناصر. هتسألني فين كرونيتش؟ هقول لك اتقل شوية، اتقل شوية وهخليك تتفاجئ لما تعرف كرونيتش كان فين في اللقطة دي. بس الاتنين دول هما بالناصر وتونالي، والعمق فاضي. امشي معايا بقى ولسه هفاجئك. دي ماركو بيلعب الكورة بالعرض ناحية لوتارو مارتينيز، ادي كورة اهي. فانت لما تيجي تاخد بالك كده في اللايف اللي انا عملته قبل الماتش، وبرضه لازم افكرك بيه، اني كنت قلت لك انه محتاجين بالناصر يكون ديفندر علشان يبقى موجود مع قلوب الدفاع قريب منهم، فلو لوتارو نزل ابتدى ان هو يتحرك ما يسحبش معاه حد من المدافعين.
يسحب معاه بن ناصر. هنا لما تاخد بالك لوتارو نزل رايح للكوره، مين اللي اتسحب مين الزبون اللي اتسحب معاه؟ عم سيمون كير هو اللي ابتدى ان هو يتسحب معاه. مفيش عمق. تونالي يعني فاتح سبرنت، فاهم؟ ولا احلى عداء في احلى اولمبيات علشان يلحق لوتارو انه ما يستلمش الكوره. بس هو في الحقيقه لوتارو ما عملش حاجه اساسا في الكوره دي. يعني لوتارو بعد ما نزل وسحب الزبون معاه سيمون كير قام فسحه وساب الكوره، فوتها راحت للقادمون من الخلف اللي هو مختريان اللي خد الكوره. انا هسألك يعني بأمانة ربنا كده، بص على الفريم كامل وقول لي ايه المنظر ده. يعني انت اشرح لي ايه المنظر ده. انت لو شايف دي كورة 5-5، لعيبة الميلان 5، لعيبة الانتر 5، مختريان واخد الكورة، المفروض ان في كام لاعب يقدر يضغط عليه؟ ادي 1 2 3. يعني تونالي ممكن نقول لا عشان مش هيلحقوا، بس في 3 لعيبة المفروض يلحقوا مختريان. لكن انت عارف ان مختريان محدش لحقه، لان بمنتهى البساطه تيو اتزحلق، تونالي جاي متاخر، توموري فضل واقف بيتفرج، وسيمون كير لسه مصدوم من ان لوتارو سحبه معاه وفي الاخر ما خدش كوره. فلما تيجي تبص على الفريم اللي بعده انت اكيد هتتخض. تيو هرنانديز متزحلق، تونالي ما لحقوش، توموري لسه واقف مكانه، وسيمون كير لسه واقف مكانه. هما بيتفرجوا على مختريان وهو بيخترق الدفاع بتاعنا وداخل من نقطة البينالتي بيشوط وبيسدد تسديد على مايك مانان وبيسجل هدف. هل الهدف ده فضيحة؟ هو فضيحة. طب هل انا شرحت لك كل الفضيحة اللي موجودة في الهدف ده؟ احب اقول لك لسه. بص كده معايا على الفريم ده، شايف بن ناصر فين؟ مع حكان بعيد، يعني شايف تونالي جوه المنطقة، بن ناصر واضح ان هو بعيد عنه خالص. هل دي مشكلة بن ناصر؟ لا، مشكلة المدرب اللي قال له هتلعب صانع لعب. فدي حاجة من الحاجات اللي بضيفها لك. لو بن ناصر كان موجود العمق ما كانش هيبقى مفتوح بالشكل ده، لو موجود ديفندر قصدي. ولكن برضو عايز اقول لك انا عارف ان بن ناصر اتصاب، فكده كده الكلام بتاعي، بس انا هفهمك يعني قدام. اتقل عشان هفهمك كمان المشكلة زادت ازاي لما بن ناصر اتصاب والمدرب محلهاش. بس الفكرة انه بن ناصر بعيد عن الكورة تماما. هل المشكلة وقفت عند كده؟ لا لسه. عايزك تبص على الفريم ده وهو فريم للهدف والكورة من فوق ومن بعيد، وانا يعني عملت مجهود غير طبيعي عشان اعرف لعيبة الميلان اللي من بعيد قوي ده، عايز اعرف مين دول يعني. فعرفت ان انا افقس لك الدنيا، فعايزك تركز معايا. ده مين لما تيجي تبص كده؟ اللاعب ده مين؟ ده هو ساليميكرز، تمام كده؟ طيب تعالى نكمل. مين اللاعب اللي جوه دايرة السنتر ده؟ مين اللاعب ده؟ اللاعب ده تخيل هو جيرو. اللاعب اللي جوه دايرة السنتر ده هو جيرو. هنا اللعبة لو انت شايف اللعبة في نص الملعب زي ما قلنا مع الميلان، ورايحة الكرة على الطرف مع الانتر ميلان، ورايحة الكرة على الطرف لدي ماركو، ده جيرو. وهنا زي ما قلنا دياز وبن ناصر وتونالي وكالابريا والمجموعة ايه اللي كانت موجودة الناحية دي. فاكر من شوية قلت لك فين كرونيتش؟ صدق او لا تصدق، ادي كرونيتش. ده كرونيتش لعيب نص الملعب. فاكر لما قلت لك العمق فاضي ازاي كده، والمفروض ان يكون في لاعب واقف في العمق؟ فين لعيبه نص الملعب؟ فين كرونيتش؟ فاكر لما قلت لك المساحه دي كلها فاضيه؟ ادي كرونيتش يا معلم. كرونيتش كان يعني بص عايم في ميه البطيخ. الفريم لما مشي وبيقرب فبتبتدي بقى تشوف اللعيبه اللي واقفه. ادي ده كالابريا، هنا ده دياز، ده بن ناصر، هتلاقي ان ده تونالي، هنا سيمون كيير، وهنا توموري، وطبعا يعني تيو هرنانديز مش باين في الكادر، لكن لما تيجي تبص ده جيرو اهو. وفي واحد بره الكادر خالص وهو كرونيتش جاي بيجري من بعيد. شايف كده اللي رجله باينه من الكادر؟ ده كرونيتش اللي جاي يجري من بعيد عشان يلحق المصيبه اللي هو فيها. انت متخيل؟ انت متخيل حجم المشكله اللي احنا كنا فيها، صح؟ ده بالنسبه لي اكتر فريم عشوائي انا ممكن اشوفه. لما تبص على لعيبه الميلان من فوق تكتشف حجم البلاهه اللي احنا فيها، وتكتشف ان مفيش تنظيم. واقفين 3 وفي واحد بعيد وقدامهم واحد. يعني ايه 3 1 ايه المنظر ده؟ ايه الشكل ده؟ انت كنت بتبني هجمه واتقطعت منك، بس وانا ببني هجمه لازم اكون واقف بشكل منظم، ما ينفعش اكون بالعشوائيه دي.